السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مره اخرى على قناه مطبخ بشرى. نتمنى نلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير كعك المسفيوي اولا كعك اسفي. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتشاهدوا الفيديو حتى الاخير. غندوزو دابا الطريقه والمقادير في نفس الوقت. في واحد الكسايه ان شاء الله غادي ندير واحد الساشي ديال الفاني، نضيف عليه كاس ديال العنب الماء بارد، الماء ديال الروبيني، باش تذوب ليا ديك الساشيه ديال الفاني. نضيف عليها معلقه كبيره ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال البسباس او النافع البلدي، هنا سكر حبيبات اولا سنيده، كاس العنبه، كاس علبه ديال الزيت، وهادو هما المقادير. وغادي نخلطوا مزيان العناصر، ومن بعد غنبقى نضيفوه في الطحين تدريجيا. عندي هنا 5 كيسان ديال العنبه الفرص، غادي نبقى نضيفهم كما قلت لكم تدريجيا حتى تجمع ليا العجين. وغادي نضيف عليهم واحد الساشي ديال الخميره الكيماويه، وصافي نبدا نخلط دابا ونجمع. تيجي واحد الكعك رائع هشيش. نتمنى انكم تجربوه، مقادير بسيطه جدا متوفره عندنا في كل بيت. تعجب الوليدات حيت مقرمش وبنين. صافي انا نضيف دابا ديك الكميه ديال الطحين وغادي نجمع مزيان. ما خص العجينه تكون قاصحه، تكون باقي كتلتصق في اليدين كما كتشوفوا. ندلكها واحد شويه، ودابا فاش جمعتها نتوما كتشوفوا القوام ديالها، خصها تجي رطبه شويه باش تكون ساهله فاش تخرج لينا من ديك الطحانه ديال الكفته. انا هنا غادي نستعمل الماكينه، واللي ما متواجدش عندها الماكينه ممكن انها تستعمل غير تحرب بيديها وتبقى تنتف بالنتاف. دابا كما كتشوفوا الماتيريال ها هو، ودابا كندير العجينه ودايره داك البوق الكبير. وانتم كما كتشوفوا الشكل ديال الكعك على الطريقه هذه، طريقه سهله جدا. الكميه كتشوفوها، الفيديو راه شارح راسو. كما قلت لكم ديك الاله ديال الكفته كنحيدوا ليها ديك الدويره اللي كتخرج منها الكفته، وكنديروا داك البوق الكبير. وصافي ملي طاب ليا الكعك ديالي كنديرو على نار مهيله في الفران، تنسخنوا الفران على درجه كبيره. ومن بعد ملي كندخل اللاطه ديالنا للفران كنقصوا عليها بشويه حتى كيطيب مزيان، وعاد كنهبطوا عاوتاني تجي النار فوق الكعك باش يتحمر على هذا الشكل هذا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ولا عندكم شي اسئله ممكن انكم تطرحوها ليا في التعليقات. ودمتم في رعايه الله والى اللقاء.